عاوزة تعرفي أنا متغير معاكي ليه يا آثار؟ يا ريت يمكن ألاقي المبرر اللي احنا وصلنا له ده. عشان أنا وحش قوي، أنا مستاهلكيش، بس أنا ندمان وتعبان ومش عارف أكمل حياتي من غيرك. طيب ليه كل ده؟ إيه اللي وصلك معايا لكده؟ احكيلي. وحكالي، وهنا عرفت أكبر مفاجأة في حياتي بعد الكلام والرسائل اللي سمعها لي من تليفونه. ومش هتصدقوا كانت من مين ومع مين. مفاجأة بكل المقاييس. وقبل ما أكمل لكم بقية الحكاية ونرجع لأصلها وللبداية، بدعوكم الأول تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس على الكل عشان يوصلكوا دايما كل جديد من فيديوهاتنا. ده لو انت معانا على اليوتيوب، ولو كنت معانا على الفيسبوك لايك وشير. وبينا نبتدي. أنا آثار، عندي 30 سنة واتجوزت من 8 سنين وما خلفتش. والمشكلة كانت عند عصام جوزي اللي كان عنده 33 سنة. وبصراحة طول ال8 سنين جواز ما كانش بيعمل معايا أي حاجة غير إنه يدلعني ويغير ويخاف عليا من حتى الهوا الطاير. وفجأة قبل رمضان على طول حياتي اتقلبت، ولقيته جاي بيقول لي: بقولك يا آثار، احنا مش هينفع نكمل مع بعض. ليه بتقول كده يا عصام؟ هو أنا حصل مني أي حاجة؟ أنا تعبت وكفاية قوي عليا كده. شوفي حالك بقى يا بنت الناس واتجوزي. أنا مش عاوزة أسيبك ومرتاحة معاك، أنا ما اشتكيتلكش من حاجة. من فضلك خلاص ما تضغطيش عليا أكتر من كده. وبعد كلام كتير ووصل كمان للصوت العالي والخناق بينا، لميت حاجتي ورحت لماما وقعدت عندها حوالي 20 يوم 20 يوم من غير ما يسأل عني ولا يكلمني، ومش عارفة السبب ايه. وكنا في رمضان وحالتي كانت وحشة قوي. أصلا أنا بحبه وما أقدرش أعيش من غيره. لحد ما أمي كلمته وقالت له: ايه يا عصام، ايه اللي حصل لكل ده؟ ده انت ما كنتش تقدر تبعد عن آثار يومين 2 على بعض. هي زعلتك قوي كده في ايه؟ آثار بقت دايما عصبية، صوتها على طول عالي، ما بقتش مهتمة بالبيت ولا بنفسها زي الأول. يا طنط دي ما بقتش عارفة تحتويني خالص، وانا اتكلمت معاها اكتر من مرة وبرضه ما فيش اي فايدة فيها. انا معاك، ممكن تكون آثار فعلا عصبية شوية بس مش للدرجة دي يعني. وطول عمرها بتحبك وبتحترمك، دي بتخاف على زعلك قوي. انا ما صدقش ابدا انها مهملة في نفسها ولا حتى في بيتها. آثار طول عمرها واخدة بالها جدا من نفسها ومهتمية بيها ومن وهي لسه صغيرة. ايوه، ما حضرتك لازم تقولي الكلام ده، هتقولي ايه غير كده يعني؟ بس انا اللي عايش معاها وبقولك هي اتغيرت كتير. حتى لو يا ابني تعالى ونتكلم ونشوف في ايه، ندور على حل يريحكم. مش بالسهل كده نبيع العشرة، دول سنين يا عصام، مش يوم ولا 2 ولا ايه؟ ارجوك يا طنط، انا اللي ريحني قلت الآثار وخلاص. تمام يا عصام، براحتك، مع السلامة. وبعد ما قفلت معاه وقالت لي الكلام اللي دار ما بينهم، اتضايقت قوي منه، لانه قعد يعيب فيا وعيوب كلها بسيطة تتعالج في ثانية وكلمة، لكن ده ما واجهنيش اصلا بيها، غير ان في كلام كتير اتقال وهو مش فيا. وكلمته وواجهته، بس للأسف وصلنا للطلاق زي ما كان هو عايز. وفجأة اليوم اللي احنا رايحين فيه نتطلق، الحمد لله اتصالحنا ورجعت معاه على بيتنا. وده اللي حصل. ياه، بيتنا كان وحشني قوي يا عصام. بقى برضو كده اهون عليك تبعدني عنك؟ ايوه، عشان انا ما بقتش مرتاح معاكي زي الاول. تاني يا عصام؟ امال انت صالحتني على اساس ايه ورجعتني هنا ليه؟ من زنك انت ومامتك، واديك اهو رجعتي. عاوزه ايه تاني بقى؟ زني ولا عشان انت عارف انك ظلمتني؟ حاجات كتير قوي قلتها مش فيا، افتريت عليا. والله احنا فيها، لو مش عاوزه تتظلمي خلاص نرجع تاني للمأذون. مستغربين صح؟ وانا كمان استغربت قوي زيكم. معرفش ليه بعد ما روحنا اتقلب القلبة دي، اتغير 180 درجة، ما بقاش جوزي اللي اعرفه. وطبعا الايام عدت ما بيننا بنفس النهج ونفس الاسلوب،
فاتخانقنا تاني ورحت لماما تاني يوم العيد، وفضلنا على ده الحال شهر وشوية لحد لما لقيته جاي لي عند ماما وبيقول لي عاوزة تعرفي أنا اتغيرت معاكي ليه يا آثار؟ يا ريت يمكن ألاقي مبرر اللي احنا وصلنا له ده. عشان أنا وحش قوي، أنا مستهلكيش، بس أنا ندمان وتعبان ومش عارف أكمل حياتي من غيرك. طب ليه كل ده؟ إيه اللي وصلك معايا لكده؟ احكيلي. وهنا بقى كانت المفاجأة. فاجئني وسمعني كلام ورسايل على الواتساب عنده، يا ريتني ما سمعتهم. الكلام كان وحش قوي، كلام مش محترم خالص، ومش هتصدقوا الكلام ده دار مع مين؟ مع بنت خالتي هيام اللي متجوزة ومخلفة 3 ولاد. كانت بتروح له البيت طول الفترة اللي فاتت دي، وكمان كانت بتتكلم عني بطريقة وحشة جدا. دي كانت بتدعي عليا، وده اللي سمعهولي عصام. بصوا كده، انت كمان بتدعي عليها؟ حرام عليك يا شيخة، هي عملت لك ايه؟ كفاية انها متجوزاك، طول عمرها بتاخد احسن حاجة، مش زيي وزي حظي. كفاية لحد كده يا آثار، اقصد يا هيام، حتى وانا معاك دايما تغلط في اسمي وتندهلي باسمها. انت ما بتبطلش مقارنة ما بيني وما بينها في كل حاجة. ما قدرتش استحمل اكتر من كده، ما كنتش مصدقة اللي بسمعه. ما تتصوروش احساسي كان ايه وانا بسمع الكلام ده ما بينهم، وخصوصا لما لقيت ابن خالتي اخو الهانم بعت لجوزي وبيقول له والله يا عصام انت صعبان عليا قوي، ما تطلقها يا ابني وانا هطلق اختي من جوزها وتتجوزوا. انا مش فاهم انت بتقول كده ليه؟ انا معرفش اتجوزتها على ايه بصراحة، انت ما يستهلكش غير اختي. حتى ماما لسه كانت قاعدة معاها وبتقول الكلام ده امبارح. انا وماما ما كناش مصدقين اللي بنسمعه، وطبعا ما سكتناش، رحنا لهم وواجهناهم بكل الكلام ده. ردت عليا بكل بجاحة وقالت لي كويس ان كلكم عرفتوا. انتي زي كده يا بنت، انتي مش فارق معاكي حتى جوزك يعرف، بس ليكي الحق تعملي اكتر من كده. مش اخوك الراجل المحترم وامك الست المؤدبة المحترمة، اختي اللي ما تعرفش حاجة عن كلمة اخوة، شجعوكي على اللي انت بتعمليه ده. هو لو الدنيا كلها عرفت ما يهمنيش، انا كل اللي يهمني ان بنتك تتطلق وتبقى مكانها في الشارع. انا فعلا هتطلق لانه ما يستاهلنيش، طالما بص لواحدة تانية غيري، واحدة زيك. بس اطمني، انا مش هكون في الشارع، انا مشرفة اهلي باخلاقي وطول عمري بحترمهم، مش زيك. حسبي الله ونعم الوكيل. خليكم فاكرين ان الدنيا دي سلف ودين. ورغم كل اللي عملته فيا هيام واخوها وكمان خالتي، لكن اهلي مرضوش يقولوا اي حاجة لجوزها عشان خاطر ولادها اللي هم اصلا خسارة فيها. وبصراحة ما اكذبش عليكم، انا مش ملاك، طبيعي جدا اني كنت اتضايق، وقلت لبابا اشمعنى انا يا بابا، اشمعنى انا اللي حياتي تبوظ وسعادتي تنتهي، واللي عملت فيا كل ده حياتها ماشية عادي ولا اتأثرت بأي حاجة. بعد إذنك بقى يا بابا، أنا معايا كل الرسائل بتاعتها على تليفوني وهبعتهم كلها لجوزها. لو عملت كده يا آثار مش هتكوني انت بنتي حبيبتي اللي ربيتها. لا يا آثار، مش احنا اللي نعمل كده. اوعي تردي الإساءة بإساءة زيها يا حبيبتي، سيبيها لربنا، ده اللي مستنيها مش قليل أبدا. هتلاقي اللي يناسبها ويناسب ضميرها. مفيش حاجة بنعملها في دنيتنا ما بنحاسبش عليها يا بنتي. أيوة يا بابا، بس ربنا بيستر على البني آدم مرة و2 و3، بعد كده بيرفع ستره عنه لما يلاقيه مصر على ذنبه. ودي غلطت 100 مرة ومفيش حاجة ولا أي حد فارق معاها. صدقيني يا بنتي، والله اللي زي دي سترها هيترفع قريب وهتتجازى عن عمايلها، بس عشان خاطري بلاش رفع سترها ده يكون على ايدك انتي. انا عارفة انها غلطت غلط كبير قوي يا حبيبتي، بس عايزة انبهك انه مش غلطها لوحدها، عصام كمان شاركها في الغلط ده. ايوه، بس على الاقل يا ماما هو ندم وجا حكالي على كل حاجة. بس بعد ايه؟ بعد فوات الاوان. اسمعي يا بنتي، عشان لو لسه جواكي اي مشاعر ليه، خليكي متأكدة ان اللي زي ده
مش هتعرفي تأمني له تاني أبدا بسهولة، وكفاية إنك حرمتي نفسك من الأمومة عشان خاطره، وهو قابل ده بمنتهى الغدر والخيانة. حتى لو لسه باقيله شوية مشاعر جوايا يا ماما زي ما بتقولي كده، أنا خلاص مش هقدر أرجع له تاني. تعبي في بعده أهون كتير من إني أجي على نفسي وعلى كرامتي عشانه. أنا مش هقدر أعيش معاه تاني، لأن الثقة والأمان خلاص ما بقوش موجودين ما بينا. عين العقل يا حبيبتي، وانتي كمان لسه صغيرة، واللي في سنك بنات كتير لسه ما بدأوش حياتهم، وحكمة ربنا إنك ما تخلفيش منه أكيد عشان يديكي فرصة تبدأي حياتك من أول وجديد مع حد محترم. يا رب يا بنتي، هو نفرح بعوضك عن قريب، لعله خير يا حبيبتي. اللي فيه الخير يقدمه ربنا، هو على رأيك يا ماما لعله خير. ورغم ان عصام كان مستعد يعمل اي حاجة عشان ارجع له وندم حقيقي من قلبه، لكن انا ما قدرتش ارجع له تاني، لانه نهى حبه جوايا بايديه. وعدت الايام وسمعنا ان حصل ما بين هيام وجوزها مشاكل كتير قوي، والهانم طلبت الطلاق. وقبل ما تتطلق جوزها حاول معاها كتير عشان خاطر الولاد، لكن ما كانش فيه فايدة. ففي الاخر اخد ولاده منها مقابل انه يطلقها. ولقيت عصام بعت لي رسائل كتير قوي، رسائل من الهانم ليه عشان يثبت له انه مش هيرجع لها، وارضى ووافق ان يرجع له. وفي الرسائل كانت بتقول له خلاص انت طلقت الهانم ومش هترجع لك تاني، وانا اخيرا خلاص اتطلقت من جوزي. اظن مفيش فرصة احسن من دي عشان نتجوز ونعيش حياتنا سوا بقى. فانا لا يمكن اتجوز واحدة زيك ابدا، انت مالكيش امان، انت وحشة قوي من جوه يا هيام، كلك سواد، عمري ما هآمن ابدا على نفسي معاكي. بعد كل ده بتقولي كده؟ انت انا اتنازلت لجوزي عن ولادي عشان خاطرك، جاي دلوقتي تتخلى عني؟ انا قلتلك من الاول اني استحالة هتجوز حد غير آثار. انا ندمان ندم عمري عليها، وعارف ان عمري ما هعرف اعوضها ابدا. انا مش عاوز اشوفك، كفايه انك سبب خسارتي الحب عمري. ورغم كل اللي بعتهولي ده برضه رفضت ارجع له، وعملت له بلوك من كل حاجه، وقلت فعلا الجزاء من جنس العمل، وكله سلف ودين. وبدأت حياتي من جديد، واشتغلت، وتعرفت على إنسان محترم جدا ملتزم بيخاف ربنا، واتجوزنا. ودلوقتي الحمد لله معايا بنتين وولد، وبقيت دايما أقول على أي حاجة تحصل لي لعله خير.